والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسلامة واحسن حال. بنشتري برا ولكن بنلاقيه باسعار مبالغ فيها. ايه رأيكم نعمله مع بعض وبكل سهولة ومن غير مواعين كتير؟ يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا جبت بصلاية كبيرة وابتديت ان انا ابشرها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. الطريقة ديت هتخلي ان مفيش دموع وهتبشروها بطريقة مرتاحة، وكمان هتطلع معاكم البصلاية مقرمشة بدون اي اضافات. حمرتها في الزيت، حمرتها بس من غير اي اضافات خالص، زي ما انتوا شايفين معايا مقرمشة وزي الفل. بعد كده ابتديت اجيب في نفس الزيت اللي احنا قلينا فيه البصلة كوباية من الشعرية، وهبتدي ان انا احمرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتحمريها مع ايه؟ هضيف لها كمان مقلعة من الملح علشان توحد لون الشعرية معايا، وهبتدي واحدة واحدة كده احمرها. طبعا زي ما انتوا شايفين وعارفين ان الكشري لما بنشتريه من بره باسعار مبالغ فيها، وكمان لو احنا جينا دلوقتي حابين ان احنا نجيبه هنجيب اسعار زايدة الضعف. فليه منعملوش في البيت ونوفر ونضمن النظافة بتاعته كمان. بعد كده نزلت بربع كوباية من العدس دوت انا كنت نقعاه قبليها بساعة. نزلت كمان بربع كوباية من الرز، وكمان كيس من المكرونة، اي مكرونة انت تحبيها وتفضليها. انا حبيت ان انا استعمل المكرونة الخواتم دي، وكمان مكرونة اسباجيتي من الطويلة. كسرت مكرونه الاسباجيتي تكسير كده زي ما انتوا شايفين علشان اسهل على نفسي، وكمان لما اجي اقلبها تكون معايا زي الفل. بعد كده نزلت بمقلعه من الكمون، وهبتدي اضيف الميه بتاعتي لازم تكون سخنه علشان ما تعجنليش الاكل بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده كل حاجه في حله واحده، الحله بتاعتي انا ما استعملتش غيرها. بعد كده تعالوا نعمل الصلصة مع بعض. انا بحب اغلي الطماطم كده في المية، اسلق الطماطم في المية وحبيت ان انا اضربها في الخلاط. لما بسلقها بحس ان هي تقلت اتقل من اما تكون معمولة كده من الاول زي ما هي. بعد كده هنزل بمقلعة من السمنة، وكمان عليها مقلعة من التوم ده انا كنت مفرزاه، فهنزل معاكم كده بمقلعة من التوم. شايفين التوم ازاي مغيرش لون؟ يعني بقاله 3 شهور اهوت متفرز وزي الفل. هنزل كمان بمقلعة من الكمون، ومقلعة طبعا من التوم زي ما احنا قلنا، والبهارات بتاعتي بقى كمون وفلفل اسود كزبرة ناشفة وخلطة فلفل. خلطة الفلفل ديت اللي هي عبارة عن 7 بهارات موجودة عند العطار. وهضيف الملح بتاعي وكمان مقلعة صغيرة خالص من الخل. بس كده دي كانت الصلصة بتاعتنا، وهسيبها صلصة الكشري ما بتغليش كتير، غلوة واحدة فقط لا غير. هبتدي بقى في المرحلة ديت ان انا اقلب كده الكشري علشان اسوي المكرونة اللي بتبقى على الوش دي. شيء لو انتم ملاحظين ان الرز قليل المكرونة كتير زي ما احنا بنشوفها في المحلات بتاعة الكشري، صدقوني انتوا لو عملتوها بالطريقة ديت هتوفروا كتير، كمان هتوفروا في المواعين، وهتضمنوا نظافة الاكل، واولادكم هياكلوا مرتاحين. السر بقى والتركاية الخطيرة بعد ما بتخلصي الكشري بتاعك علشان تشم الريحة، ضيفي مقلعة خل على الكشري. تعالوا بقى ندلع شوية الكشري دولت بحاجة سمينة كده تتحط على الوش وتشبع. انا جبت هنا كبدة، الكبدة ديت كانت متبلة معايا ابتديت ان انا احطها كده في الشواية. انا عندي الشواية ديت شواية اللي هي بتاعت اللي بتحط على النار. احلى حاجة تعملي فيها الكبدة حاجة تكون واسعة، او حاجة تكون زي الشواية كده تطلع ريحة الشوا. الكبدة ديت كانت انا جايباها متبلة، ضفت لها مقلعة من التوم، وابتديت ان انا اقلبها كده زي ما انتم شايفين. هضيف عليها كمان الفلفل ده برضو انا مفرزاه، حابة تحطيه بارد حابة تحطيه سبايسي. هنا انا حطيت الاتنين على بعض. وكمان لو تلاحظوا جنب النار في فحماية صغيرة انا مولعة عليه.
بعد الكلام ده كله، بعد ما تستوي معايا الكبده زي ما انتوا شايفين اهي، بقت الكبده الحته بحتتها كده، الشريحه بشريحتها. هروح ضايفه الفحمايه. طبعا انا ما كانش عندي فويل ساعتها، فانا حطيت شويه بصلايه كده ومشي حالك، وحطيت عليها الفحمايه. هروح بقى علشان اعمل الدقه. مقلعه زيت، مقلعه كمون، مقلعه توم، مقلعه خل، نص كوبايه خل، مقلعه ملح، عصير ليمون نص كوبايه، ونص كوبايه خل برضو، وعليهم كوبايه من الميه، واسيبهم يغلوا مع بعض. تعالوا بقى علشان نقدم الطبق بتاعنا الخطير ده، وكل واحد يكتب لي في الكومنتات في بلده بيتباع بكام وطعمه بيكون عامل ازاي. في بقى الطبق بتاعك عليه شوية صلصة، كمان حط عليه الكبدة، ودلعيه بشوية حمص كده، يعني كفاخر من الاخر. الحمص بجيبه وبنقعه من قبلها بيوم، وبعدين بسلقه بالملح والكمون، وبسيبه عندي في الفريزر لأي طوارئ. عملنا كشري الحلة الواحدة بكل تفاصيله. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. دعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام ختام.